سلام سلام، مرحبا بكم غالياتي لي كافيار تاعي. ان شاء الله كامل راكم لاباس وعلى خير. غبت عليكم المده هذه مانيش نحط في الفيديوهات، حتى انا هذا وين باه خرجت فاكونس. الحمد لله فاتو بخير ورجعت لكم وما رجعتش يديا فارغين. جيتكم اليوم بهذا انا نسميها كيكه الارز، الكيكه المالحه، بطريقه عصريه ماشي الطريقه الاعتياديه. نخرجوا شويه من الجو تاع المراقي. تبعوا معايا الوصفه الاخير باه تجيكم بنفس البنه ونفس الشكل، باه تحمروا وجوهكم اذا جاكم ضيف ولا تقلشوا اعماركم كما ديما نقولها لكم. وترحيب كبير كبير للمشتركين الجدد تاعي، اهلا وسهلا بكم عندي. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، والقدم ما نفرطش فيكم. ما تنساوش تخليو لي هذاك اللايك وهذاك الكومنتار وتبارطاجيو هذا الفيديو بين حبابكم وناسكم. نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. في برمة نحطو كمية غير محددة تاع الماء تغلي. بعد ما يغلي الماء تاعنا نضيفوا له كذلك كمية من الأرز يابس بلا ما نغسلوه بلا ما والو. أنا استعملت أرز بسمتي هكذاك. نلوحوه على الماء هذاك بلا ما نغسلوه، راني نأكد هكذاك يابس. حطوه في الماء يغلي يطيب نص طياب فقط. من جهة أخرى نحكم 2 حبات تاع بطاطا صغيرة ولا حبة بطاطا كبيرة نقطعها شرائح ونقليها. هنا ها هو كي الأرز تاعي يغلي، ما خليوش يطيب استواء كامل، غير نشوفوا الحبة بياض كيما هذا الشكل. نصفيوه مليح من الماء ونقطروه، نحطوه في كسكاس وهو سخون. نضيفوا عليه ملعقة كبيرة تاع زبدة ونحاولوا ندخلوها مليح مليح فيه. نضيفوا له رشة تاع ملح وشوية فلفل أسود ورشة تاع ثوم بودرة، نقدروا نعوضوها بسنينة تاع ثوم غير باه نكهو الأرز تاعنا. نحطوا الماء يعاود يغلي ونحطوه يفور حتى يطيب استواء كامل. من جهة أخرى نجيب مقلاة نحط فيها 2 مغارف كبار تاع زيت، نضيف عليهم حبة بصل صغيرة مقطعة بهذا الشكل و2 سنينات تاع ثوم. نخليوها تقلى ونضيف عليها نصف صدر تاع دجاج قطعته مكعبات متوسطة الحجم. نقدروا نعوضوه بلا فيونداشي ولا هذا الصدر نرحيوه، راح يتماشى مع هذا الأرز ويجي هايل. دركا نضيف التوابل. عندي ملعقة صغيرة تاع كمون، ملعقة صغيرة تاع فلفل أسود، ملعقة صغيرة تاع فلفل حار وحلو أحمر، نصف مكعب تاع مرق الدجاج وأعواد من الزعترة اللي رايحة تبلنا الدجاج تاعنا ويجينا بزاف بنين. هاي البطاطا تاعي بعد ما تقلات، وما نغفلوش على الروز تاعنا باه ما يعجنش حتى يطيب لنا استواء كامل. نطفيو عليه النار، نضيفوا له ملعقه كبيره تاع الزبده، ندخلوها فيه مليح، نغطيوه ونخليوه حتى نكملوا باقي الخطوات. راكم تشوفوا فيه كيفاه جا مفلفل ربي يبارك. بعد ما تقلى لي الدجاج تاعي مليح نضيف عليها انايا كوب من الطماطم الجاهزه. تقدروا تعوضوها بملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، تخليوها تتقلى حتى نطلع ليدام تاعها. بعدها تضيفوا عليها حبه كبيره تاع طماطم مرحيه وتحصلوا على نفس النتيجه اذا ما توفرتش عندكم هذه. بعد ما تقلى لي هاد الطماطم جيدا ونشوف الزيت هذه طلعت لي من الفوق، نمرقها بكوب تاع ماء ساخن. الكوب يكون كبير شويه ونغطي عليها ونخلي الصلصه تاعي تطيب بلا ما تنشف، يعني حتى نشوف هذا القوام هكذا. بزايد عليها نضيف عليها هنا مثلث تاع جبن طري ورشه تاع معدنوس ونخليها بجهه. نجيو دوكا للطبقه الاخيره تاع الارز تاعنا اللي هي الطبقه الكريميه. هنا استعملت 250 مليلتر تاع كريمه الطهي، اي ما يعادل كوب كبير تاع كريمه، مع 3 مثلثات تاع جبن او ملعقه كبيره تاع جبن، شويه فلفل اسود، رشه من الثوم بودره وربع حبه تاع جامبو. نخلطوا المكونات بلا ما نخليو هاد الكريمه تثقال معنا، غير جهد ما يذوب لنا هذاك الجبن في الكريمه ويمتزج، يعني بلا ما تجمد معنا. هكذا راهي كي الكريمه تاعي جاهزه. نطفي عليها النار ونخليها بجهه. دركا جبت نعتلكم ليمون اللي تقدروا تخدموا بهم في هذاك، لكن انا حبيتها تجيني عاليه، درتها في هذا السارسو تاع لاجينواز، غلفته بورق الزبده وزدت عليه ورق الالومنيوم. ما تشوفوش التاعي راه مطبب خلص لي، يعني غير كان عندي طرف صغير طببت به. المهم باه نضمن بلي هذاك السوائل ما يخرجوا ليش من المول تاعي، دهنته بالزبده
بهذا الشكل. دوكا نبدا نحط الطبقه الاولى اللي هي شرائح البطاطا المقليه، اكيد بعد ما درت لها شويه ملح. نحطو اون كوش بهذا الشكل. دركا نحط عليها الارز تاعي. الارز هذاك اللي درناه نقسمو على 2. نحط طبقه هنايا ونعبز عليها جيدا بملعقه باه ما يتحركوليش الطبقات من بعد كي نحي السرسو تاعي. خدمو خدمه ميته. دركا نضيفوا هذيك الصلصه مع الدجاج كما قلت لكم، خليوها كيما هكذا ماشي ناشفه طول 100%. ونزيدو نحطو طبقه ثالثه من الارز اللي بقى لنا، نغطيو على هذيك الصلصه بهذا الشكل. ودركا نحطو عليه الطبقه الاخيره اللي هي الكريمه اللي خدمناها مع بعض، كريمه الجبن بهذا الشكل. وزعوها جيدا باه يتغطى هذاك الارز كامل. انا درت لها رشه تاع فلفل اسود حبات، وحطيتها في هكذا صينيه تدخل للفرن. الفرن تاعي راه ساخن، ندخلها مده غير 5 دقائق الى 7 تجمد برك هذيك الطبقه، ونعاود نخرجها. هنايا بعد ما جمدت كما راكم تشوفوا نحط عليها الجبن المبشور. انا استعملت جبن الموزاريلا. حطوا طبقه، كونوا سخيين ما تبخلوش رواحكم بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا اي نوع من الاجبان، مهم باه يديلكم هذيك لاكوش اللي تجي من الفوق بزاف باهيه. وكتزيين بسيط، انا كان عندي هذا الفلفل الاحمر قطعته شرائح ودرته هكذا بهذا الشكل، زينت به يعني عطى منظر باهي. تقدروا تستعملوا الاخضر كذلك يجي بزاف باهي فلفل. وتقدروا تخليوه هكذاك غير بالجبن، كما تقدروا تطيبوه في بيغكس ولا في بلاطو عادي تاع فرن. هنايا راني حمرته، زدتلو غير 5 دقائق. نحيلو هذاك ورق الزبده والالومنيوم وحابه نديمو ليه، نفوت عليه بسكينه، نروحوا له غير بالعقل باش كي نجبدو السرسو تاعنا ما يفسدناش الشكل. ونحطوه في صحن التقديم تاعنا، يعني نروحوا له غير بشويه كما راكم تشوفوا فيه راني نسايس فيه. هذا هو الشكل النهائي تاعو، حطيته مع المعدنوس جا واش نقول لكم ما شاء الله بنه وهمه كما يقولوا. زدت معاه غير سلطه خضراء وكان وجبه كامله. هنا راني قسمته باه نعت لكم الطبقات وما صبرناش عليه، هو سخون هكذاك وكليناه بالصحه والراحه ان شاء الله. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، تخليوا لي رايكم في التعليقات. هذه الوصفه درتها تلبيه لطلب تاع مشتركه عندي شافتها في ريلز وطلبت الوصفه، هاني درتها لك يا لالا. وما تنسونيش خوتي وخواتاتي من الدعم، والسلام.